عليكم أستاذ أثير الطيب. طبعا بالبداية شكرا جزيلا. هاي الفرصة الوحيدة اللي من خلالها أكيد أقدر أوصل رسالتي لإياد عبد الله الأسدي. طبعا بعد ما عرفت عندك تصوير وياه وهاي أمانة أستاذ أثير فدوة يا ريت توصلها. بعد ما عجزت وأيست بالتواصل ويا إياد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي وما يرد علي حتى أقدر إنه أشرح له أو أوضح له مشاعري تجاهه وحبي إله، فحبيت من خلالك إنه أطرح ما عندي وأوصل صوتي إله. أني من سكنة محافظة بغداد، مهندسة معمارية، وعندي أملاك وحالتي المادية خير، والخير تعرف من رب العالمين والحمد لله. من خلال هذا الفويس أني أطلب الزواج من إياد، وأكيد بأي شروط هو يريدها وحاب يخليها علي، لأنه والله يا أستاذ أثير تعبت ونفسيتي جدا تعبت قد ما أفكر بيه وأوصل مرحلة البكاء بلا شعور، وأكيد هو ما يرضى إنه يتأذى شخص بسببه، فأريد حل وأتمنى أسمع الجواب منه شخصيا ورأيه بالموضوع. شكرا جزيلا لك. يا أخي قسم بالله أنا جسمي قام يرجف. آيات، فشنو رأيك ترد الجواب لها؟ شو تقول لها؟ هسه لو كنت انه انت ضيفي وسمعتك التسجيل شنو كان ردك؟ والله ما أعرف بوقتها إذا أسمع، يعني ما أعرف بوقتها شنو جواب. لا ما أعتبر أياد، لا هي مشاعر ما ممكن إنه أجي أتصنع مشاعري الآن حتى أقول لك شو أقول. لا بوقتها ما أعرف يعني بصراحة إيش راح أجاوب، ما أعرف. لا مو هي يعني شاشة وتسجيل وهي الشغلات، وإنه أنا بعدين إنه أتزوجها ومن يعني تشوفها عيب؟ لا هي مو عيب، أنا ما لي علاقة بالعيب. طيب أي بس ما حبيت ما حبيت شنو؟ يعني ما حبيت الفكرة هذه، ما حبيت هي الفكرة مهندسة وتقول لي على الشاشة إنه هي مهندسة ولازم إنه أنا ما تخليني أحتاس. لا الحمد لله وشكرا أنا ما محتاس. هسه مو من باب إنه تحتاج، هسه مو من باب إنه أنت راح تحتاج، وهي تطرقت لهذا الموضوع. هي لو ما متطرقة لهذا الموضوع كان عادي. مش لا ممكن اياد، ممكن اليوم تاخيرك مثلا تاخير اياد بالزواج ممكن تكون الحاله الماديه اياد. يعني احنا اكثر الشباب اليوم ما جاي يتزوجون بصراحه لضعف الحاله الماديه. تمام، تلاقي بيتهم صغير او ما عنده عمل او كذا او كذا. تمام، فهذا مو عيب اليوم مثلا من المراه والرجال يتساعدون، يعني من هذا الباب مثلا. صح. فشو تشوف انت؟ يعني حاليا هسه رافض الفكره. رافض الفكره حتى لو سجل لي يعني تسجيل. طيب اذا تريد تتواصل وياك شلون تتواصل وياك؟ نتواصل كاصدقاء وطبيعي ماكو مشكله. شلون الطريقه تتواصل؟ هسه جاي تطلب حل منك، شنو الطريقه اللي توصل لك بيها؟ اودينا بصمه هسه ها؟ بعد البرنامج.